شايفين الفتحه دي اللي فوق في واجهه المتحف المصري الكبير؟ الناس فاكرين انهم نسيوا يقفلوها، بس الحقيقه ان الفتحه دي مش غلطه، دي واحده من اذكى تفاصيل التصميم في العالم. انا عايز افهم. تفهم ايه وانت لسه هتفهم؟ بص يا سيدي الفاضل، المتحف المصري الكبير معمول بدقه هندسيه فلكيه. الفتحه اللي الناس مستغربه منها دي متصممه مخصوص علشان اشعه الشمس في يوم معين في السنه تدخل وتضرب وش رمسيس الثاني اللي واقف في البهو الرئيسي، وده كان نفس اللي بيحصل في معبد ابو سمبل اللي بناه رمسيس الثاني نفسه في جنوب مصر يوم 22 فبراير اللي هو عيد الملك رمسيس الثاني، ويوم 22 اكتوبر وهو ذكرى تتويج الملك رمسيس الثاني على العرش. ده غير الفيو الخطير اللي جوه المتحف اللي بيطل على اهرامات الجيزه. يعني المهندسين صمموا المتحف ده بحيث ان الطبيعه نفسها تكون جزء من العرض، فده مش متحف، ده تجسيد حي الحضاره المصريه القديمه في شكل حديث. يعني وانت واقف جوه المتحف بتشوف حرفيا الماضي بعينيك. الموضوع انهم فتحوا بوابه بين الحضاره القديمه والمعمار الحديث. مصر بتتكلم بالفن والهندسه والتاريخ والحضاره في نفس اللحظه. اهم حاجه ما تنساش، كفايه انك عظيم في نظر نفسك، وما تنساش تعملي فولو عشان تعرف مني حاجه عن كل حاجه. طريق السلامات.